هل سألت نفسك قبل كده ريحة العرق دي بتيجي منين؟ معلش يعني في السؤال، احنا في الأصل العرق بتاعنا هو مية وملوش ريحة، إنما بيختلط بالدهون اللي بتفرز من البشرة اللي اسمها السيبم. مع حدوث عملية الرطوبة من مكان العرق، عندنا بكتيريا موجودة عندي على الجلد بتنمو عليه، تبدأ تكسر الدهون اللي موجودة عندي دي وتطلع منها مادتين بيدوا الريحة المميزة للعرق، هيدروكسي ميثايل هيكسانويك أسيد والميثايل هيكزينويك أسيد. معلش على الكلمتين اللي قلتهم، بس دي معلومة قبل ما ندخل نتكلم على واحد من أفضل الديودرنتس الموجودة في الماركت، الجلو لايت ديودرنتس. مش مجرد بيشتغل زي الديودرنتس العاديه ان بيموت البكتيريا عشان يمنع الريحه اللي طالعه منها، ودي الحاجه المشتركه اللي موجوده ما بين كل الديودرنتس، طبعا مع اضافه الفريجرنس اللي بيدي الريحه. انما احنا عندنا كمان جواه حاجتين تانيين مهمين. اول حاجه الالفا اربيوتين، وده واحد من اقوى مواد التفتيح الامنه جدا على البشره والمناطق الحساسه، بما فيها طبعا منطقه الاندر ارم، ودي كانت واحده من المشاكل اصلا مع استخدام الديودرنتس العاديه، ان كان المكان ده بيسمر. الحاجه الثانيه اللي موجوده في الجلو لايت ديودرنتس وجود الليكوريش اكستراكت تاني. خدوا بالكم احنا اتكلمنا عليه مع الجلو لايت مره في الفيشيال كلينزر، واتكلمنا عليه تاني في السيرم. فوجود الليكوريش اكستراكت مهم جدا عشان يقلل اي التهابات موجوده عندي في منطقه الالدر ارم، وطبعا اللي بترتبط عاده بتكوين بعض الحبوب عند بعض البنات، زائد دورها كمان في التفتيح. فانا كده بعمل تفتيح بتو ميكانيزمز او بطريقتين، بالالفا اربيوتين وطبعا بوجود الليكوريش اكستراكت. ده غير طبعا وجود بعض الحاجات الثانيه المرطبه وبعض كمان الفيتامينات زي فيتامين اي عشان يحافظ عندي على الترطيب، طبعا بالاضافه لوجود الزنك اوكسايد، وده دوره مهم جدا في التلطيف بتاع البشره وتكوين طبقه حمايه وكمان مضاد للبكتيريا. فنقدر نعتبر ان الجلو لايت مش مجرد ديودرنت وتفتيح ومضاد للالتهاب ومضاد للبكتيريا بتاثير يستمر يوصل لاكثر من 24 ساعه. افتكر دايما ان موضوع استخدام الديودرنس كان مرتبط بمعلومه قديمه بيتكلموا فيها ان الديودرنس بتاثر مع الوقت عندي على البشره وبتاثر على بعض انواع الاورام. الكلام ده هنعرف حقيقته في حلقه ثانيه، ولكن خلينا عارفين دلوقتي ان الجلو لايت ديودرنت بيفتح ويقلل الالتهابات، في نفس الوقت يموت البكتيريا اللي موجوده ويمنع ان اي ريحه ثانيه تطلع لتاثير يوصل 24 ساعه. افتكر دايما ان صحتك اهم.